هاعمل معاكم النهارده صينية عِجّة، بس إيه بقى، حاجة كده من الآخر، ما بتاخدش وقت في تحضيرها ولا بتحتاج مكونات كتير، يعني كام بيضة كده على شوية خضار وهنعمل أحلى صينية عِجّة ممكن تدوقوها. هنجيب طاسة وهنحط فيها شوية حلوين من الزيت، هنجيب بقى بصلتين كبار نحطه على نار هادية وكل شوية نقلبه تقليبة لحد ما البصل يستوي يبقى باللون الدهبي الخفيف ده، وهنحط عليهم بقى 1 أو 2 من الفلفل الحامي وهنشوحهم مع البصل تشويحة بسيطة كده. هنجيب واحدتين من الطماطم هنشيل منهم المَيّة والبذر ونقطعهم مكعبات صغيرة وهنشوحها مع البصل تاخد بس لسعة بسيطة كده في الزيت، نقفل بقى عليه ونسيبه على جنب لحد ما يبرد. في بولة هنحط 5 بيضات، ممكن تستعملوا 6 7 ونحط عليهم التوابل وهتلاقوها مكتوبة كلها تحت الفيديو. هنقلبهم مع بعض الأول كويس وبعدين هنحط عليهم الدقيق، معلقة صغيرة مليانة من البيكنج صودا اللي هي الكربونات، نخلط بقى المكونات دي مع بعضها كويس أوي. بعد كده هنضيف عليهم الخضرة وبعدين هنضيف البصل، نقلب بقى كله مع بعضه وهنجيب الصينية اللي هنسويه فيها ونحط شوية من الزيت ونفرد بقى الخليط في الصينية، ندخلها فرن هنكون مسخنينه على درجة متوسطة. 100 ألف هنا على قلوبكم مقدما.